اهلا بيكم. ايه الحاجه اللي عملها تورب في ماتش الاهلي ويونج افريكانز وسبقوا فيها موسيماني في يناير 2021، يعني قبل النهارده ب5 سنين بالظبط؟ وازاي تورب عطل النادي الاهلي وخلاه يخش الجيم متاخر خصوصا في الشوط الاول؟ وازاي تورب صلح اللي هو عمله دوت؟ هنجاوب على الاسئله ديت، اسئله فوز الاهلي على يونج افريكانز 2-0 في دوري ابطال افريقيا في استاد القاهره بهدفين للعائد للتالق بعد فتره انطفاء لمده شهر ونص، محمود تريزيجيه. محمود تريزيجيه كان متألق مع النادي الأهلي واختفى لمدة شهر ونص، محدش عارف هو راح فين. بعد كده يعني رجع الحمد لله للتألق تاني، فعودا أحمدا لتريزيجيه. وده خليني أبدأ بحاجة ليها علاقة بالمؤتمر الصحفي بتاع منتخب مصر اللي اتعمل امبارح، اللي اتكلم فيه العميد السكارة أبو دم خفيف وقال تصريحات في منتهى الغرابة والكوميديا، علقت عليها في فيديو منفصل، الفيديو اللي هو ايه قبل الفيديو اللي انا بكلم فيه حضراتكم دلوقتي ده. العميد السكارة ابو دم خفيف قال ان هو يعني استلم المهمه بتاعت منتخب مصر قبل كاس افريقيا، او ان هو استلم لعيبه منتخب مصر قبل كاس افريقيا، واللعيبه كانت اغلبها مفليره. مفليره يعني مدبرسه، مدبرسه يعني مش في المود يعني هي بايظه فنيا ونفسيا. العميد السكارة ابو دم خفيف قال كده، وضرب مثل بلعيبه الاهلي، قال لك الشناوي جاي لي قبل كاس افريقيا متذبذب، ما علينا بالشناوي، هو فعلا متذبذب وبقاله 3 سنين متذبذب اصلا. لكن بقى ايه، راح للعيبه بقى ايه زي محمد هاني، قال لك محمد هاني كان في الاهلي يوم فوق يوم تحت. مروان عطيه، ما قالش مروان عطيه ماله بس هو مفلر ومدبرس. زيزو، قال لك زيزو بيحاول يرجع لمستواه اللي كان موجود قبل كده بقاله فتره. تريزيجيه قاعد يقول لك برضه تريزيجيه بقاله فتره بيحاول يرجع لمستوى الاحتراف الاوروبي. اي كلام، اي كلام. والغريب بقى في الموضوع، الغريب في الموضوع يعني ده بيقول لك قد ايه العميد سكر ابو دم خفيف بيغفلنا وبيحاول يستغفلنا. ان اللعيبه ديت لعيبه الاهلي بالذات الفتره الاخيره قبل كاس افريقيا كانت كلها متالقه باستثناء الشناوي. لو طلعنا الشناوي المعادله، يعني هو قال الشناوي مستواه متذبذب ويوم طالع ويوم نازل، ومع ذلك وقفوا اساسي في كاس افريقيا، ما تفهمش ازاي. ما علينا منه، الباقيين كانوا متوهجين مع الاهلي الفتره الاخيره. يعني انت لو بصيت على الاهلي قبل كاس افريقيا هتلاقي الفرقه كانت حلوه وبتلعب حلو مع تورب، واخدين السوبر المصري عن جداره واستحقاق باداء جيد. واتقل ماتشين بره السوبر المصري اللي لعبهم الاهلي في افريقيا قدام شبيبه القبائل والجيش الملكي، الاهلي لعبهم حلو. وتريزيجيه اصلا كان جايب جونين في ماتش شبيبه القبائل، وجايب جون قدام الجيش الملكي في المغرب. يعني تريزيجيه كان متالق ومتوهج. محمد هاني كان متالق. محمد هاني كان عامل مع زيزو، لو فاكرين انا اتكلمت فني يعني في القصص دي كتير، اللي متابعنا هيعرف. محمد هاني وزيزو كانوا عاملين جبهه يمنى جميله جدا في الاهلي قبل بطوله افريقيا. وهاني كان بيلعب حلو وكان بيعمل اسيستات. يعني محمد هاني الموسم دوت عامل اسيستات كتير في الدوري، اللي العميد السكر ابو دم خفيف بيقول عليه ان هو كان مستوى وحش مع الاهلي. مروان عطيه كان من اهم اللعيبه اللي كان باني عليهم ترب ستايل اللعب بتاعه. وهنيجي بقى للقصه دي بتاعت مروان عطيه بالذات في الماتش بتاع يونج افريكانز. بس مروان عطيه كان تقاله في نص ملعب الاهلي قبل بطوله افريقيا. ده حسام حسن او العميد السكر ابو دم خفيف قال لك مروان عطيه جاي لي مدبرس ومفلير ومش عارف ايه. من ضمن اللعيبه عمال يعدد في اللعيبه، راح مدخل معاهم ايه مروان عطيه عشان يقول لك قد ايه هو بذل مجهود ان هو يطلع اللعيبه دي، لعيبه الاهلي، من الحاله اللي هي فيها. وقال لك امام عاشور ربنا يشفيه كان المفروض ياخد فيتامينات وحاجات ومقويات ومش قبل سنه عشان يلعب. شفتوا امام عاشور كان بيعمل ايه في الماتش بتاع يانج افريكانز؟ يعني كان الشوط الثاني بالذات كان متالق، وحتى في بطوله افريقيا كان بيلعب حلو في ماتش كوت ديفوار بالذات يعني اما لعب يعني. بس هو يعني العميد السكر ابو دم خفيف عايز يبين لك قد ايه هو بذل مجهود ان هو يخلي اللعيبه ديت تلعب مع منتخب مصر، وان هم يوصلوا قبل النهائي مع اللعيبه المفليره المدبرسه ديت. اذا نستنتج من كده ان العميد السكر ابو دم خفيف ده من احسن المدربين على مستوى العالم. لكن في الواقع اللي محتاج يبذل مجهود فعلا الفتره اللي جايه هو تورب، ان هو يرجع لعيبه الاهلي اللي كانوا في منتخب مصر لفورمتهم. وفعلا احنا شفنا في لعيبه بدات ترجع لها الذاكره، زي هاني وتريزيجيه وامام عاشور وزيزو. يعني ومروان عطيه. يعني كل اللعيبه تقريبا اللي قال عليها او اتكلم عليها العميد السكر ابو دم خفيف كلها بدات ترجع لها الذاكره. بس تورب مطالب ان هو يبذل شويه مجهود يرجع للعيبه ديت الذاكره بتاعتها، ما يعطلهاش. عشان اللي انا شفته في الشوط الاول
ان هو عطل لعيبه الاهلي تورب، بس هو رجع وصحح الموضوع. هنيجي للنقطه ديت، بس خلينا نتكلم في الاول على ايه الحاجه اللي عملها تورب النهارده في الماتش وعملها موسيماني قبليه ب5 سنين. بص، مدرب الاهلي عاده بيبقى شرقان ايه، محتاج مهاجم يضيع الشرقه ديت. كوبايه كده تحط له فيها مهاجم كويس، يشرب المهاجم الكويس مدرب الاهلي، الشرقه تروح. فما المدرب بتاع الاهلي يجي ويبقى شرقان ويبقى عايز مهاجم، بيدوا له كوبايه فيها محمد شريف، يشرب محمد شريف يشربه فعلا حرفيا، الشرقه تقلب لترجيع. يعني تلاقي المدرب بقى بدا ايه، يشرق اكتر ويرجع. عارف انت بتبقى شرقان وتشرب ببق ميه يشرقك اكتر، محمد شريف اللي في الكوبايه دوت هو بق الميه اللي بيشرقك اكتر، او بيشرق مدرب الاهلي اكتر ويخليه يرجع في الاخر. يعني سوري على القرف. ف... فاللي عمله تورو في ماتش يانج افريكانز عمله موسيماني في يناير 21. موسيماني كان محمد شريف بيلعب وكان معاه برضو مروان محسن، جابوا له والتر بواليا، ما سماش على اي حد، راح مطلع الاثنين من السكواد ومن القايمه ونزل والتر بواليا على طول. يمكن والتر بواليا ما اتمرنش مع الفريق. فده اللي عمله ياس تورب. مروان عثمان لسه جاي لسه بالسوليفانه بتاعته، نزله بالسوليفانه الملعب وطلع شريف بره السكواد، بره السكور، مش في القايمه اصلا بتاعت المباراه محمد شريف. وجراديشار شارك في الشوط الثاني تلت ساعه او 25 دقيقه كده على استحياء. بس اللي اقصد اقوله محمد شريف مش جراديشار، انا قصدي على محمد شريف. محمد شريف اللي جابه النادي الاهلي المفروض يحاسب ويعزل، يعني يحاكم محاكمه عسكريه ويعزل، مش هقول لك ويعدم عشان حرام، ويعزل. اللي جاب محمد شريف للنادي الاهلي وموضوع حتى لو كان فري، وحتى لو كان نيته خير ان هو ما يروحش الزمالك، بس دي مش نيه خير، دي نيه شر للنادي الاهلي. فان انت يعني كمدرب يبقى عندك واحد زي محمد شريف، واول ما يجي لك مهاجم شاب لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم تروح منزله مكانه، ده بيقول لك حجم الكارثه اللي فيها المركز ده في النادي الاهلي. فلما شفت يعني مروان عثمان وشفت محمد شريف بره السكور، افتكرت على طول موسيماني لما نزل والتر بوالي على طول اول ما جاله وطلع محمد شريف من التشكيل الاساسي. الشيء بالشيء يذكر يعني. نخش بقى على المباراه وازاي تورب عطل النادي الاهلي وازاي رجع عن هذا التعطيل. بص يعني قبل فتره التوقف الدولي تورب كان ماشي كويس مع النادي الاهلي زي ما قلت، وكان في لعيبه متوهجه ولاعيبه كان قايم عليها ستايل اللعب، وكان تورب بيلعب 4 2 3 1. الاثنين الديفندرات اللي في قلب الملعب اللي هم نص الملعب ديانج ومروان عطيه، وكان قدامهم زيزو في اليمين، اشرف بن شرقي في الشمال، تريزيجيه قدام المهاجم اكس. انا هسمي المهاجم بتاع الاهلي في الفتره اللي فاتت المهاجم اكس. حلو. وكان ستايل اللعب دوت قائم على ان في لا مركزيه في الهجوم، هتلاقي زيزو ممكن يروح داخل في قلب الملعب واشرف بن شرقي يبقى مهاجم وتريزيجيه تلاقيه راح في اليمين، وهكذا. يعني في لا مركزيه. بس ده النهج التكتيكي او فلسفه تورو في اللعب قبل التوقف الدولي. النهارده في ماتش يانج افريكانز تورو لعب في الخلطه ديت. نزل في الشوط الاول ب 4 1 2 3، مش 4 2 3 1. هو كان طمعان في الماتش وعايز يخلص الماتش من اوله، فنزل بمروان عطيه لوحده وديانج وامام عاشور قدامهم، قدام مروان عطيه، وفي اليمين زيزو، وفي الشمال تريزيجيه، وقدام مروان عثمان. يبقى هو لعب في الخلطه اللي كان عاملها قبل التوقف الدولي، لعب على مستوى الافراد. لو قلنا يعني ان مصطفى شوبير مكان الشناوي دي حاجه منطقيه، اوكي. لا يعني في ناس طلعت من التشكيل، يعني مثلا زي اشرف بن شرقي كان ليه دور في التكتيك بتاع تورب قبل التوقف الدولي. يبقى هو لعب على مستوى التشكيل او مستوى الفورميشن وعلى مستوى الافراد اللي لعبوا. طلع اشرف بن شرقي وطلع المهاجم اكس اللي كان موجود قبل كده، ونزل امام عاشور اللي ما كانش موجود في الخلطه قبل كده، ونزل مروان عثمان. طيب ده عمل ايه؟ تورب كان عايز يعمل جبهات. يعني هو ما كانش بيلعب في الشوط الاول بلا مركزيه زي قبل كده في الخط الهجومي، كان عايز يعمل جبهات في اليمين وفي الشمال. فحرك ديانج قدام بدل ما كان ورا مع مروان عطيه، حركه قدامي عشان يعمل جبهه في الناحيه اليمين مع زيزو وهاني. فشلت فشل ذريع في الشوط الاول. وفي الشمال كان بيحاول يعمل جبهه امام عاشور اللي كان حر شويه في تحركه اكتر
اكتر من ديانج. كان ساعات بيبقى شادو سترايكر، ساعات بيسقط في قلب الملعب، ساعات بيرجع ورا، ساعات بيبقى في الشمال، بس هو كان عايز يعمل جبهه في الشمال بين تريزيجيه وامام عاشور. كوكا طبعا بره الحسبه، يعني طلع كوكا من اي حسبه. فده فكر توروب، فهو راح مثبت الجماعه اللي في الشق الهجومي وقفل على اللامركزيه، اللعيبه ما بقتش عارفه تتحرك بحريه زي قبل كده. وديانج ما اداش الحته الهجوميه اللي كان مستنيها توروب. يعني انا من وجهه نظري ان انت لو كنت عايز تلعب كده في الشوط الاول كنت نازل محمد علي بن رمضان، ما تنزلش ديانج. محمد علي بن رمضان عنده حته هجوميه اقوى من ديانج، وكان هيعمل جبهه مع زيزو ومحمد هاني اكتر من ديانج. فانت خسرت التوليفه اللي انت كنت عاملها قبل كده بتطليعك لديانج قدام، فخسرت ان مروان عطيه كمان يطلع قدام. يعني كان بيحصل قبل كده ايه؟ انت خسرت اولا اللامركزيه، وخسرت ان انت ما نزلتش محمد علي بن رمضان مكان ديانج، كان هو هيبقى افضل في الحته الهجوميه، وخسرت كمان مروان عطيه في الشق الهجومي. ليه؟ مروان عطيه لما كان الاهلي بيلعب 4 2 3 1 قبل التوقف الدولي، كان ديانج بيثبت ورا ومروان عطيه بيطلع قدام. وطلوع مروان عطيه قدام دوت كان بيعمل خطوره كبيره جدا على المنافسين، وتلاقيه بيعمل كروسات وبيعمل سروهات وبينيات، وكمان بيجيب اجوان. شفناه جاب جون في الزمالك في السوبر. فتورب عطل النادي الاهلي بالتشكيل دوت اللي هو الفورميشن اللي هو 4 1 2 3. وكمان مروان عثمان، من وجهة نظري مروان عثمان كان يريح في الاول الماتش، وجراديشار هو اللي ينزل يبدا المباراه، على اساس ان جراديشار قديم شويه، لعب كتير في الفتره بتاعت التوقف الدولي وفورمه، وجاب جوان حلوه في التوقف الدولي، فكان من باب اولى ان انت تلاعب جراديشار، بعد كده مروان عثمان ينزل في نهايه الماتش في اخر ربع ساعه مثلا او حاجه وانت مخلص الماتش. فمروان عثمان كان تايه شويه، مش ذنبه طبعا، لسه قدامه وقت للتطور مع الفريق، يعني مش التطور هو شخصيا، التطور مع الفريق وتكتيك الفريق والجماعيه. لكن انا من وجهه نظري ان توروب كمان على مستوى الافراد كان المفروض يبدا بمروان بسوري بجرادي شور. يعني امام عاشور اوكي انا موافق عليه، وان زيزو اوكي مكان بن شرقي، بس ما تخسرش كل حاجه. تروح كمان مطلع جرادي شور وتروح منزل مروان عثمان واحد جديد، صعبه شويه. بس هو يعني منزله من غلبه اعتقد يعني. فبكده يعني اعتقد يعني من وجهه نظري توروب عطل النادي الاهلي، وده اللي خلى بقى النادي الاهلي يفك في الشوط الثاني، ان الدنيا ظبطت ورجعت زي قبل التوقف الدولي. لقينا مثلا ديانج بيرجع ورا وبيكون ثنائيه مع مروان عطيه، ولقينا امام عاشور بيتحرر اكتر، ولقينا زيزو بيتحرر اكتر، ولقينا تريزيجيه بيتحرر اكتر. لقينا في مركزيه اكتر في الشوط الثاني مع التحرر او الاندفاع الهجومي اللي بدا فيه يانج افريكانز في الشوط الثاني بعد الجون اللي دخل فيه في الشوط الاول في نهايه الشوط الاول من تريزيجيه اللي يعتبر فك الماتش. يبقى في الشوط الثاني ديانج رجع ورا، بدانا نشوف مروان عطيه بيطلع قدام اكتر، بيعمل خطوره اكتر مع زمايله. بدانا نشوف لا مركزيه في الشق الهجومي، وزيزو بدا يتحرك بعرض الملعب ويخش في القلب، وامام عاشور مع نزول جراديشار. يعني حتى شفنا الجون الثاني فيه لمسه من زيزو ولمسه من جراديشار ولمسه من امام عاشور، وفي النهايه تريزيجيه بيحطها جميله قوي في الجون. الحمد لله على السلامه يا تريزيجيه بعد فتره الانطفاء لمده شهر ونص. فده الموضوع باختصار، ان انت لعبت في الخلطه في الشوط الاول على مستوى الفورميشن وعلى مستوى التكتيك وعلى مستوى الافراد، وفي الشوط الثاني ظبطت الموضوع اكتر ورجعت الخلطه زي الاول، وساعدك كمان الاندفاع الهجومي اللي بدا فيه يانج افريكانز، وان هم فكوا التكتل اللي هم كانوا عاملينه في الشوط الاول بشكل اكبر. فلقينا الاهلي اخطر في الشوط الثاني، ولقينا فيه هجمات اكتر، ولقينا فيه لا مركزيه اكتر، ساعدهم في اللامركزيه ديت المساحات اللي بقت موجوده في دفاع يانج افريكانز. المباراة فيها مكاسب كتير، أهمها إن اللعيبة بتاعة النادي الأهلي بدأت تستعيد الذاكرة بعد فترة انطفاء مع منتخب مصر مع حسام حسن العميد السكرة أبو دم خفيف. مبروك للنادي الأهلي، ومن أحسن لأحسن إن شاء الله. وأتمنى بقى يعني اللعيبة الماتش الجاي تكون استعادت الذاكرة بشكل كامل، ونرجع تاني للكورة النضيفة الجميلة اللي كلها فنيات وكلها تكتيكات اللي بيقدمها النادي الأهلي مع ياس تورو. اتمنى اشوف ارائكم وتفاعلكم في الكومنتات. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم قريب على خير. سلام.